صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل بسكوت لذيذ جدا محشي شوكولاتة وشكله حلو قوي بشكل مميز وجديد. تعالوا كده نشوف المقادير ونشوف هنعمله ازاي. عندي اهم حاجة هنا كوباية سمنة دايبة، او ممكن كوباية سمنة على زيت، وابدأ اضربها بالمضرب. لو ما عندكيش مضرب مفيش مشاكل، ممكن عادي اضربها بايدي او اضربها في الخلاط لحد ما تنعم عندي. وبعدين اضيف عليها 2 بيضة. البيض انا ضيفه عليه فانيليا ونقطتين خل. اضربهم كلهم تاني مع بعض لحد برضو ما ينعموا معايا. وبعدين اضيف عندي كوباية سكر لحد ما ينعم عندي الخليط بالشكل ده. احاول بقى انضف الحواف كده عشان خاطر المضرب بيطير العجين معايا. خلاص كده هركن المضرب وابدأ بقى اضيف الدقيق واعجنه بايدي. هبدأ اضيف الدقيق واحدة واحدة. انا عندي هنا استخدمت 2.25 كوب دقيق. هنضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. انا بعد ما ضفت 2.25 كوب حسيت ان العجينة عندي بتلزق. ضفت كمان معلقتين دقيق وضفت عليهم معلقتين كبار شوكولاتة فرماسي اسود. ولميت عندي العجينة بالشكل ده. وكده خلاص عندي العجينة بتاعت البسكوت بقت جاهزة. العجينة هتكون بتلزق شوية مفيش مشاكل، هنسيبها دقيقتين ونبدأ نشكلها. هبدأ اخد قطعة قطعة من العجينة وابدأ اشكلها. انا النهاردة عملته صوابع، انت عادي ممكن تعمليه دواير، ممكن تعملي اشكال اللي يحبوها اولادك او اللي انت عايزاها. العجينة معايا طرية وناعمة، بتتشكل معايا بكل سهولة. في ثانية هقدر اعمل الشكل اللي انا عايزاه. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ هي نتيجة بتطلع ما شاء الله ممتازة. بس نعمل القطع نعملها صغيرة، لان هي لو كبيرة هتفرش معانا في الفرن. في صينية بقى عندك او صاج، انا مدهنتوش لا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة خالص. دخلتها في الفرن. الفرن كان سخن. اخدت معايا بالظبط كل صينية حوالي تلت ساعة. ولو ما اخدتش لون من فوق عادي ممكن تشغلي الشواية وتديها لون من فوق. ما شاء الله الكمية قطعت معايا كمية كبيرة جدا، يعني عملت حوالي 4 صواني كبار. حلو قوي. بسكوت لذيذ وفكرته بسيطة جدا. هنا ما شاء الله شكلها بعد ما استوت واخده لون ذهبي كده جميل قوي من فوق ومن تحت. ابدا بقى اسيبها لحد ما تبرد وبعدين الزقها عندي بشوكولاته. ممكن تلزقيها بمربى، ممكن تشكليها بالشكل اللي يعجبك، ممكن تخليها كده ساده كل قطعه لوحدها. ما شاء الله طعمها جميل جدا وشكلها لذيذ قوي وشكلها مميز. ولو مش متوفر عندك شوكولاته ممكن عادي ادهنها بمربى والزقها مع بعض. شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ جميل جدا وهش ونكهته حلو قوي وشكله مميز بالشوكولاته. حلو قوي قوي، جربوه. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي وشير ولايك لكل اللي بتحبوهم. ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.